التحقيق صوت وصورة، ومعكم مفيد فوزي من حي العمرانية في حديث المدينة. ازاي نقدر نعمل مبادرة تشعل هذا؟ علشان الخير يعم، حملة أم مشروع أم فكرة أم ماذا؟ احنا نقدر نقول عليها ان هي مبادرة. ايه هدفها؟ هدف المبادرة هو تفعيل دور اجتماعي ودور ثقافي. ده المضمون العام بالنسبة لنا. لا يمكن لشباب المبادرة ان يقوموا بكل حاجة، مش معقول. لابد من سند، لابد من دعم. لسه مكملين معاكم فقرات نهارك سعيد، وزي ما قلنا في البدايه معانا فقره خاصه جدا عن مبادره علشان الخير يعم. شويه مش مفهوم، بس هيكلمنا عنها اكتر بالتفصيل صاحب المبادره دكتور محمد فؤاد. صباح الخير. صباح الخير. نهارك سعيد. نهارك سعيد. الاسم جميل جدا، بس عايزين نعرف عشان الخير يعم ازاي بيها. تمام. وعشان الخير يعم ابتديناها مبادره اجتماعيه ثقافيه. يمكن لو فكرنا كتير قوي ساعات لما ابتدى بعد حدوث الثوره كده بقى في عند المواطن والشعب بشكل عام عندنا نزعه نحو الخير. فمبادره عشان الخير يعم تشكلت عشان نستخدم هذه النزعه ونقدر نطورها لاننا نقدر نحقق اهداف اجتماعيه وثقافيه. يعني الخير جوانا موجود، محتاجين شويه تنظيم ونتحط على الطريق. اول ما نتحط على الطريق وعارف. دكتور محمد فؤاد صاحب مبادره علشان الخير يعم، ربنا يوفقكم، ربنا يوفق كل اللي بيحاولوا يمشوا في طريق الخير في مصر وبيحاولوا يساعدوا كل الشعب المصري، ونورتنا. نهارك سعيد. متشكر جدا.